بسرعة الحقيقة خزنيه. ورق العنب مالي السوق ورخيص جدا دلوقتي، ومش مضمون يفضل كده. لو بتحبيه ومش عايزة الموسم يضيع منك، تعال أقولك 3 طرق عبقرة للتخزين وهتبهرك بجد. أول طريقة، تخزينه فريش في الفريزر. أفضل طريقة، هاتي ورق العنب ورصيه فوق بعض بسمك متوسط. بلاش تكتري الطبقات علشان ما يتقطعش منك. لفيه في استرتش كويس جدا واعمليه رول، واقفلي الأطراف زي البونبوني، ودخليه الفريزر من غير غسيل. ولما تحتاجيه طلعي الكمية اللي محتاجاها بس، وسيبيه يفك سنة بسيطة لحد ما تعرفي تشيلي الاسترتش. ما تسيبوهوش يفك خالص علشان لونه ما يسودش. قبل الاستخدام حطيه في مية مغلية دقيقتين بس، وبعدين اشطفيه وهيبقى جاهز زي الطازة بالظبط. وما تنسيش العروق، حطيها في كيس في الفريزر واستخدميها تحت ورق العنب في الحلة، طعمها حكاية. تاني طريقة، تخزينه مسلوق. لو بتحبي تجهزيه مرة واحدة وتريحي نفسك، اسلقي ورق العنب في مية فيها معلقة سكر. أول ما اللون يتغير طلعيه فوراً. حطيه في مصفاة واشطفيه تحت مية جارية وسيبيه يتصفى تماماً. رصيه في أكياس ودخليه الفريزر. ولما تيجي تستخدميه حطيه بسرعة في مية سخنة وطلعيه فوراً. تالت طريقة، تخزين من غير فريزر، ودي تنفع جداً لو عايزة تخزني كمية كبيرة. امسحي ورق العنب كويس ولفيه رولات. رصيه في برطمانات زجاج معقمة. اغلي مية وحطي فيها معلقة كبيرة خل، ربع معلقة ملح ليمون، وانزلي بالمية على البرطمانات. حطي فوقهم عروق ورق العنب واقفلي البرطمانات كويس جدا. اقلبي البرطمان على الغطا علشان يطلع الهواء. بعد ما يبرد خزنيه في ضلفة المطبخ بعيد عن الشمس، ويفضل معاكي سنة كاملة. معلومة مهمة جدا، اختاري ورق عنب لونه أخضر فاتح وملمسه ناعم، لأنه بيكون طري وسهل في اللف. وابعدي عن الورق الغامق أو الخشن. قولولي بقى بتخزنوه إزاي؟ خلوا الكل يستفيد. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم.